السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخباركم؟ يا رب تكونوا في افضل حال. رسميا النهارده المنتخب المصري يتوجه الى كأس العالم ويتأهل الحمد لله اخيرا الى كأس العالم في كندا وامريكا والمكسيك، وده معناه دل على شيء، دل على ان انت الحمد لله اخيرا تقدر تيجي تعيش في امريكا هنا، او ان انت تيجي على كندا او المكسيك. ارض الله واسعه مش تفرق. المهم ان انت عندك واحده من اهم الفرص اللي مش هتجيلك كتير، ان انت تطلع وتسافر وتكتشف، تاخد اكسبيرينس اكتر، وتبتدي تبني حياتك من اول وجديد وتلحق ما تبقى لك من عمر ومستقبل في بلد اخرى ان شاء الله غير البلد اللي انت جاي منها، ايا كان هي ايه البلد دي. المهم بعيدا عن الولايه اللي بتلحق الباص ورايا دي، خليني اقول لك هل انت المفروض تقدم من دلوقتي؟ اقول لك انت عادي جدا من حق لك ان انت تقدم من دلوقتي. انا عايز اقول لك ان حتى السفاره قايله ان انت ممكن تقدم على الفيزا السياحيه بغرض ان انت تسافر لكأس العالم، عشان ان انت تيجي على امريكا او كندا او المكسيك وريفر انت هتقدم على انهي دوله يعني. بس مدياك الصلاحيه ان انت تقدم من بدري قوي، من قبل اصلا من الدوله تتاهل، ولكن طبعا احنا الافضل كنا نتاهل بعد كده نقدم عشان تميك سنس شويه. طيب ايه هو نوع الفيزا اللي انت المفروض تقدم عليها عشان تسافر ان شاء الله، ايا كان بقى البلد امريكا او كندا او المكسيك؟ وهي المفروض تبقى فيزا سياحيه عاديه جدا، ولكن بغرض وانت بتملى الفورم انها تبقى بغرض ان انت رايح تتفرج على المنتشر، وتبقى عارف انت هتقعد فين كويس جدا، والمواعيد اللي انت رايح فيها واللي انت راجع منها، وهتعمل ايه بالظبط. حاجات مهمه جدا وتفاصيل بسيطه جدا ممكن تكون هي السبب في الرفض او القبول في جوه السفاره اللي انت ان شاء الله طبعا الدوله اللي انت ناوي تسافر لها باذن الله. ولكن هي فرصه قويه جدا، توكل على الله وادي لنفسك فرصه ثانيه ان شاء الله في مكان ممكن يكون افضل ليك باذن الله. ارض الله واسعه، ما تعرفش دايما النجاح فين، ولكن انت محتاج ان انت تحاول مره واثنين وثلاثه ان شاء الله عشان تعرف تنجح، عشان تعرف تكبر باذن الله. مين عارف، لعل الله يجعل لك مخرجا بسبب هذا الفيديو. لو عايز تعرف اكتر انا بكلمك من امريكا، لو عايز تستفيد اكتر في اكتر من 800 فيديو على اليوتيوب ممكن تتابعني. لو عايز تعرف كل تفصيله في انك ازاي تقعد وتستقر وتعمل اقامه وتلاقي شغل وسكن وحاجات كثيره جدا غير البنفيتس ان شاء الله جوه البلد هنا باذن الله في امريكا. اشوفكم على خير فيديو جديد. ودي كانت كلمه سريعه ولكن خير ان شاء الله. مصر الان في كاس العالم رسميا، الف الف مبروك، وفي انتظار الجميع. سلام.